في جملة أول ما بسمعها بعرف إننا داخلين على واحدة من أصعب التحديات في شغلي. الجملة دي بتجيلي من عروسة وأوقات من العريس وأوقات من أهله. إحنا مش بس عايزين نتبسط، عايزين كل الناس تتبسط. وهنا ببدأ أسأل نفسي، هو إيه معنى إن كل الناس تتبسط؟ وهل ده أصلا ممكن يحصل في يوم الفرح؟ أهلا بيكم في الحلقة السادسة من بودكاست على مزاج العروسة. أنا مختار، منظم حفلات ومصمم لحظات، والنهاردة هفتح لكم ملف كبير، ملف بيضغط على كل منظم حفلات، ملف إرضاء الكل اللي ساعات بيخلينا ننسى مين اللي المفروض يكون سعيد أكتر في اليوم ده. انت عارف يعني إيه كل الناس تتبسط؟ يعني 250 مزاج مختلف، يعني 250 ذوق مختلف، وكل واحد جاي حاطط في دماغه شكل للفرح، وكل واحد شايف ان رأيه هو الصح. فهتلاقي اللي عايز الأغاني كلها كلاسيك، وهتلاقي اللي جاي علشان يرقص ويكسر الدنيا، وهتلاقي اللي شايف أي حاجة فيها طاقة زيادة مش لايقة، وهتلاقي كمان إن اللي شايف إن القعدة محتاجة طاولات بدل الكنب والعكس. والنتيجة لو حاولنا نرضي كل الناس بنخسر أهم طرفين اللي هما العريس والعروسة، واللي المفروض يكون اليوم ده معمول علشان يكونوا هما بس اللي فرحانين. هحكي لكم عن فرح من أكتر الأفراح اللي علموني درس عمري ما انساه. العروسة كانت جميلة جدا وبسيطة وذوقها راقي جدا. احنا متفقين على كل التفاصيل، الكنب والألوان والإضاءة والموسيقى، لحد ما بدأ أهل العريس يقولوا لا لازم نجيب دي جي عالي وعلشان الناس ما تزهقش، واهل العروسه قالوا لا احنا عايزين حاجه هاديه ورايقه. انا لقيت نفسي في حرب اذواق، وكل يوم طلبات بتتغير، وكل طرف عايز الحفله على مزاجه، الا الاتنين اللي المفروض اليوم ده بتاعهم. عرفت ساعتها ان لو سمعت لكل الاصوات الفرح هيتحول لفوضى. فوقفت وجمعت الكل وقلت اليوم ده معمول لعروستين بس، العروس والعريس، فاحنا نسمع ونراعي الكل، بس القرار النهائي ليهم هم. وبالفعل رجعنا لخطة البداية، والفرح كان أسعد يوم في حياتهم، والضيوف انبسطوا أكتر مما تتخيلوا، لأن السعادة معدية لما مصدرها يكون حقيقي. وهنا بنيجي للنقطة الفاصلة، إزاي بقى كمنظم حفلات تعرف تحقق المعادلة دي؟ هقولك على كام خطوة تمشي عليهم علشان تقدر تحقق المعادلة دي. أول حاجة لازم أعمل خريطة للمزاج العام، بمعنى إن قبل ما ابتدي أفهم شكل الحضور، كبار سن ولا شباب ولا أطفال، ده بيساعدني إني أوازن بين أنواع الترفيه. النقطة التانية إني أفصل بين الأساسي والتفاصيل، يعني الموسيقى والديكور والإضاءة دول بيتحددوا حسب شخصية العروسين، لكن ممكن تضيف ركن صغير أو لحظة ترضي الضيوف معينين، مثلا فقرة تقليدية للأهل، حاجة زي كده. والنقطة الثالثة اللي هي أحاول إن أنا أخلق نوع تنوع ذكي، بمعنى بخلي الفرح فيه لحظات هادية ولحظات حماس، فيه ركن مريح للناس اللي بتحب الهدوء، ومكان مفتوح للي عايز يرقص. رقم 4، برجع دايما للعروسين أسألهم هل انتوا مرتاحين كده ولا نحرك شوية تفاصيل، لأن رضاهم هو اللي هيخلي اليوم كله يبقى عظيم. رقم 5 والأخيرة، إن أنا ما أقعش في فخ إرضاء الكل، لأني المستحيل الوحيد في يوم الفرح إنك ترضي كل الأذواق بنفس القوة. وفي كورس كواليس الفخامة عندنا واحدة كاملة بعنوان مين صاحب القرار الحقيقي في الحفلة، وفيها بنعلم إزاي تدير ضغوط الأهل، طلبات الضيوف، ونحافظ على شخصية العروسين وهي اللي تبان وسط كل الأصوات. وفي نهاية الحلقة خليني أقول لك اوعى تقع في فخ إرضاء الكل، لأن النتيجة الوحيدة اللي هتطلع منها هي مفيش حد راضي. اليوم الفرح مش محتاج يكون أفضل يوم في حياة الضيوف، لكن محتاج يكون أفضل يوم في حياة العروسين. أنا مختار، ودي كانت الحلقة السادسة من بودكاست على مزاج العروسة. استنوني في الحلقة الجاية وهنفتح ملف المقارنة اللي بيقهر كل عروسة ومنظم. ليه الفرح بتاع غيري أحلى؟ وهنشوف إزاي نقلب الموازين ونخلي كل فرح مميز بذاته. شاركوا الحلقة مع أي عروسة أو منظم لسه بيحاول يرضي كل الدنيا، ونقول لهم مع بعض
اليوم ده ليكم مش للعالم كله.